شعب ابن نكت واخف دم. بتكلم عن مين بقى انا دلوقتي؟ مصري يعني دمه خفيف. ده مش كلامي انا، دي شهاده كل اخواتنا العرب اللي اتعاملوا مع المصريين، والحقيقه كلامهم صح، لان جينات النكته ترعرعت وكبرت في وادينا من ايام جدودنا القدماء. المصريين القدماء عرفوا النكته، بس هنا بقى ما كانتش مجرد دعابه هدفها الوحيد الضحك او الترفيه وبس، لا، جدودنا حطوا التاتش بتاعهم واستخدموها سياسيا كمان، وده اللي سجلته جدران المعابد في سنه 1600 قبل الميلاد. فهنلاقي مثلا نكته بتعبر عن سخريه الناس من الملك سنفرو، بتقول لو عايز تسلي فرعون العظيم سنفرو وتخفف عنه همومه فلازم تجيب مركب في نهر النيل وتحط عليها اجمل النساء. كان خلبوص خالص جده سنفرو ده. طبعا انت هنا مش هتحس ان النكته بتضحك اصلا، وده بسبب اختلاف الزمن، وكمان خد بالك اختلاف اللغه، لان النكت ايام الفراعنه ما كانتش باللغه العربيه طبعا، لكن مع دخول الاسلام مصر وتحول اللغه تدريجيا من المصريه القديمه للعربيه بدا عصر جديد للنكته. وهنا التاتش اللي حطه المصريين كان مستمر ومبهر في كل مرحله.